ازيكم يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير. حلقة جديدة تكاد تكون واحدة من أهم الحلقات اللي أنا بعملها، لأن مؤخرا أحداث كتير كانت حصلت في حياتي، وأكتر حاجة كانت ساعدتني هي حاجة واحدة بس، وهي الجورنالينج. وبجد لو أنت عايز تعرف نفسك كويس فأنت لازم تجورنال، لازم. طيب ليه؟ برضه ليه؟ الحلقة دي هتبقى متقسمة لأكتر من جزء. الجزء الأول أنا هقول لك ازاي تجورنال، وبعد كده اقول لك طرق تقدر تجورنال بيها. بجد انت لو عايز تعرف نفسك بشكل كويس، تفهم افكارك، تعرف نفسك انت ماشي صح ولا غلط، انت محتاج تجورنال. فالجورنالينج هو بيوضح طريقة تفكيرك عموما. ومش معنى ان انا بقول لك تجورنال ان انت تكتب يومياتك او تكتب الحاجات اللي حصلت في اليوم، انا رحت انا جيت الكلام ده اسمه دايري او يوميات. لا، انا بقولك تجورنال، تكتب الحاجات اللي انت بتفكر فيها. احنا علينا كل يوم بيدخل كم معلومات كبير جدا، طول الوقت بيخزن في معلومات، ومش بنبقى عارفين ايه الحاجات المهمة وايه الحاجات الاهم وازاي نفكر فيها. وكمان الحاجات اللي بتأثر على مشاعرنا وعلى نفسيتنا عقلنا بيكبرها زيادة. فاحنا بنحتاج من وقت للتاني ان احنا نرتب افكارنا ونرتب اولوياتنا عشان نعرف احنا ماشيين صح ولا غلط، ونعرف ازاي بنفكر. فالجورنالينج بيخليك تعرف ايه الحاجات اللي انت تحط فيها مجهودك، وايه الحاجات اللي انت تقدر تحط فيها مجهود اقل. الفكرة كلها ان الجورنالينج بيخليك تشوف حياتك زي فيلم كده. انت بتشوف ايه الحاجات او الغلطات اللي بتتكرر على طول، وايه الحاجات اللي انت شايف نفسك بتقع فيها كل مرة، وبعد كده بتحاول تغيرها. يعني انا فاكر مثلا ان انا كان في مرحلة في حياتي كان في حد معين مأزمني جدا، وانا مش عارف ان الشخص ده هو سبب مشكلة كبيرة وانا مش واعي بيها. وبعد كده لما ابتديت اكتب لقيت في نهاية كل حاجة هو نفس الشخص، هو محور الحاجة اللي مأثرة عليا، هو محور الحاجة اللي مأثرة عليا. فحاولت اشوف طريقة بقى ازاي اتعامل مع الشخص ده. الجورنالينج هو كان السبب في البداية ان انا اشوف الصورة كده بشكل اوضح. يعني انا هشرح لك، هقول لك كأنك مثلا دخلت أوضة كده مش مترتبة خالص، يعني كل حاجة فوق التانية. فانت بتحتاج مثلا تحط اللبس بتاعك في الدولاب الاول، وبعد كده تحط كتبك في المكتبة، بعد كده تحط الشوزات بتاعتك في مكانها. هو ده بالظبط اللي بيعمله الجورنالينج. ولكن اكيد هتسأل نفسك السؤال، ايه الفكرة من ان انا اكتب المشاكل بتاعتي اللي انا مش عارف احلها؟ يعني هل الجورنالينج ده ساحر؟ ولكن الفكره تبدو غريبه، ولكن الجورنالينج ساحر فعلا. طيب خليني اقول لك مثال. في جروب سايكولوجيست عملوا زي سوشيال اكسبيرمنت كده، ان بيجيبوا يسالوا مجموعه من الطلاب اللي هم بيعملوا جورنالينج، او خلوا مجموعه من الطلاب يعملوا جورنالينج. وبعد كده لاحظوا فرق غريب بين درجاتهم الدراسيه قبل الجورنالينج وبعده. حتى كمان صحتهم سواء الجسديه او النفسيه لقتها بتتحسن جدا، لقت تدفق الدم في جسمهم بشكل احسن. فانت لو فكرت فيها الجورنالينج ساحر، يعني هيحسن شغلك، هيحسن صحتك، فساحر. طيب خليني اسال السؤال الاهم، طب ليه الجورنالينج صعب بالنسبة لنا؟ معظم الناس أو معظمنا عندنا مشاكل محورية في حياتنا، والمشاكل المحورية أو المشاكل الكبيرة بنميل أكتر إن إحنا نإجنور أو نأفويد إن إحنا نفكر فيها. فالجورنالينج بيخليك تروح المنطقة اللي أنت مش عايز تروحها، أو بيخليك تفكر في المشاكل اللي انت مش حابب تفكر فيها، ولكن فكر فيها بشكل اكبر. يعني مثلا لو انا دايما ببقى قلقان ان ازاي صحابي هيفكروا فيا بشكل معين، ففكر فيها شويه. ما انت مش هتقعد طول عمرك في اللوب دي ان انت بتحاول تحسن صورتك. فانت محتاج تشوف الصوره الكامله، ومن خلال صورتك لنفسك انت هتعرف توريها للناس. فيعني عقلنا بيفكر بشكل غريب، بيفكر بالشكل اللي هو يقدر يحله. يعني هتلاقي عقلك بيفكر في المشكلة اللي هو يقدر يحلها أو يقدر يتعامل معاها. في مشاكل عقلنا مش بيعرف يترجمها، زي المشاكل المتعلقة بمشاعرنا وعلاقاتنا. أول حاجة عقلنا بيروح لها إن هو يجنور أو يأفويد إن هو يفكر فيها، فبالتالي المشكلة بتفضل تكبر جوانا. علشان كده هتلاقي معظمنا بيفضل يقضي وقت كتير على السوشيال ميديا، يسكرول بقى في السوشيال ميديا بقى كده بحيث ان هو يضيع وقت. لكن انت لما بتحاول تجورنال عقلنا بيستحضر المشاعر دي، ولكن بشكل اهدى. ولكن في جزء اهم، انت اصلا لما بتحاول تكتب عن مشكله كبيره او تروما حصلت لك في حياتك، الجورنالينج بيكون صعب زي ما اتفقنا مع مرور الوقت، ولكن هيخليك تعرف ازاي تسامح نفسك مع غلطاتها. مثلا حصل موقف محرج، او كنت محرج في موقف ما، او حصل لك موقف غير مريح، يعني هو اوريدي الموقف حصل وخلاص، فانت ما تقدرش تغير فيه حاجه. فلما انت تجورنال عن الموقف ده هتلاقي احساس اللي بيجي لك ده او احساس الكرنج ده بيقل مع مرور الوقت، واحساس الاحراج ده
هيتلاشى بمجرد ما تخلص كتابة كده وتشوف اللي انت كتبته. فمع الوقت وانت بالجورنال هتلاقي احساسك بالنيجاتيف ايموشنز دي بيقل طول الوقت، فانت مش هتبقى خايف ان انت تحس الاحساس ده. فالجورنالينج هيعزز عندك احساس انك تسامح نفسك من النيجاتيف ايموشنز دي، او هتعرف تتعامل معاها. ومع مرور الوقت هتلاقي نفسك شخص افضل وعارف تتعامل مع الحاجات دي ازاي. فيعني هقول لك، يعني انت عارف لما مثلا بتلاقي شخص حصل له تروما او حدث كبير في حياته، زي الناس اللي بيجي لها كانسر مثلا، فتلاقيهم بيتكلموا في توكس بيقول الكانسر ده افضل حاجه حصلت لي في حياتي، بيرد يقول ان انا كانت حياتي قبله ملهاش معنى، بعده بقيت حاسس بكل دقيقه، بقيت بشكر ربنا على كل النعم دي، على نعمة الوقت، على نعمة الوقت اللي أنا عايشه، على إن أنا بصحى كل يوم الصبح كويس. كل دي نعم هو ما كانش شايفها قبلها. فالجورنالينج هيخلي المشاعر السلبية مش بنفس قوتها عليه. كمان في حاجة مهمة، لو ما أنت هتبتدي الجورنال هتعرف تجاوب نفسك على أسئلة زي مثلا إيه، هي الناس مش بتحبني ليه؟ طب هي الناس مش بتحب طريقتي ليه؟ طب هي الناس مش عارف ايه. هتلاحظ وانت بالجورنال مثلا ان اكتر حاجه بتتكرر في الجورنالينج بتاعك هو الناس. مثلا على الجانب الاخر هتلاقي نفسك بتقول او بالجورنال بكلمه انا غلطان، انا عملت، انا ما كان مفروض اعمل، انا كان مفروض اتصرف. فتلاقي اكتر حاجه بتتكرر عندك هي انا. فزي مثلا الشخص النرجسي، يعني شايف المشكله عند الناس رغم كل اللي هو بيعمله، فهيبان في المذكرات بتاعته. الفكره كلها انك اول ما تبدا تجورنال هتشوف الصوره كلها بشكل اوضح، هتقدر تميكس بين الناس وانا، هتقدر تشوف الصوره او تنظمها. انت لما بتروح لثيرابي مثلا اول حاجه بيدور عليها بيوريك فين المشكله بالظبط، وده بالظبط اللي بيعمله الجورنال. تخيل مثلا ان انت في فيلم انت بتشوفه كتير جدا، فهتقدر تطلع الغلطات اللي فيه. او مثلا فيديو جيم، انت بتلعب فيديو جيم وبتصور الفيديو وبعد كده بتشوف الغلطات اللي انت بتغلطها كل مره، فبالتالي هتظبط كل مره، هتابجريد عن التانية. طب انا فاهم انت بتفكر في ايه دلوقتي. انت بتفكر السؤال الاهم، لو انت ما عملت الجورنالينج قبل كده فهتفكر ان الموضوع صعب. هو انا اكتب ايه؟ طب اكتب ازاي؟ طب ايه الطرق اللي انا المفروض اكتب بيها؟ طب اكتب كل قد ايه؟ طيب انا هجاوبك على ده. انت لو ما عملت الجورنالينج قبل كده انت هتمسك ورقه بسيطه وتكتب فيها الحاجات الاساسيه. يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا شغل او عندك مشاكل في الشغل فهتكتب كلمه شغل مش اكتر. عندك مشاكل في المذاكره هتكتب كلمه مذاكره. عندك مشاكل في البيت فهتكتب كلمه البيت. وهتبتدي تجزأ كل حاجه. شوف انت فرغت الافكار الاساسيه اللي في دماغك، وبعد كده هنمسك كل موضوع نكتب عنه ايا كان اللي هنكتبه، ايا كان القلم هيكتب. فهتلاقي وانت بتكتب كده في حاجات انت مش واخد بالك منها. السؤال الاهم اكتر، ايه الطريقه الصحيحه للجورنالينج؟ الجورنالينج ما فيهوش طريقه صحيحه. طيب بنجورنالينج كل قد ايه؟ انت ممكن كل يوم تاخد 15 دقيقه، وفي ناس بتقول 30 دقيقه كل اسبوع، وممكن تجورنالينج اصلا مره واحده وتفرق معاك جدا. اجورنال عن ايه؟ مش مهم انت هتجورنال عن ايه، المهم تجورنال مش اكتر، المهم تكتب، المهم تدون. ولكن يعني من تجربتي انا الشخصيه انت ممكن تتكلم عن الايموشنال اكسبيرينس عموما. يعني ايه؟ يعني مش لازم تكتب عن حاجات وحشه بس. يعني هنكتب عن المشاكل الكبيره، هنكتب عن الحاجات اللي احنا حابين نكتب عنها، ولكن هنكتب برضو لو في يوم حلو. يعني لو حصل اسبوع كويس وكنت مبسوط فيه هنكتب ده من باب الامتنان ان فعلا الاسبوع ده كان كويس. تاني حاجه، خلي من وقت للتاني ان في وقت معين تقرا الجورنالينج بتاعك. في حاجه مهمه قوي انا لازم اقولها. طب في حد ممكن يفكر يقول افرض حد قرأ الجورنال بتاعي. طيب يعني خلينا ايه نفكر فيها بشكل اعمق شويه. كتاب او روائيين كتير هم كانوا بيكتبوا الجورنال بتاعهم وهم مش عارفين ان هو يعني هيتنشر في وقت ما، وبعد لما اتنشر بقى في ناس كتير قوي مهتمه ان هي تقرا الكلام ده، وفي ناس كتير قوي حابه ان هي تقراه لما بقوا روائيين. طيب قبل كده محدش مهتم. يعني الناس كمان ما عادش عندها القدره ان هم يمسكوا صفحات كتير يقراوها. يعني هم ما عندهمش الاتنشن سبان فور اي حاجه صدقني انت هتكتبها محدش مهتم خالص. ومن الحاجات اللي انصح بيها كمان، يعني انا نصحتك بالوقت ونصحتك بالجزء بتاع لو خايف حد يقرأ الجورنال بتاعك، الجزء الأخير كمان وهو اكتب بإيدك بورقة وقلم. يعني لما تكتب بورقة وقلم هيخلي تدفق الأفكار بشكل أهدى وإحساسك بيها بشكل أهدى برضه، وكمان هيكون مرجع للأفكار اللي بتطير منك. يعني أنت ممكن تبقى نايم كده ويجي قدامك فكرة، فأنت لما تكتبها تبقى فاكر إن أنت كتبت الفكرة دي في النوت بوك بتاعتك. فالأفكار أو أفكار المشاريع أو الأفكار اللي بتطير كل يوم هي أنت بتنام تصحى مش بتفتكرها، أو لما بيحصل حاجة أنت بتنام تصحى او
او بتحصل حاجه خلاص بيتوه عنك، لان عقلنا بيخزن حاجات كتير. ولكن اكتب كل حاجه انت بتفكر فيها، هتقدر ترجع لها وهتقدر تفتكر ان انت كاتبها. يعني فانت ممكن تكتب عن اي موضوع، ولكن اللي اقدر اضمنه لك ان فعلا حياتك قبل التدوين هتختلف تماما عن حياتك بعده. قبل ما تفكر تروح للثيرابي او تتكلم مع حد او تتكلم مع صاحبك حتى، جرب تجورنال. لما تعرف بعد كده ان اهم حاجه هو الجورنال بتاعك، لان محدش مهتم 100% قد اللي انت هتكتبه من نفسك. اتمنى تكون الحلقه دي بسيطه وخفيفه كده عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي ايه تجربتكم مع الجورنالينج والتدوين، وقولوا لي جبتوا النوت بوك بتاعتكم ازاي ومنين، لان انا بحب النوت بوكس قوي. دي النوت بوك بتاعتي، الناس اللي متابعاني على انستجرام هتشوفها، هي دي. واشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.